السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل الإقليمة القمر دي وبخامات بسيطة موجودة في كل بيت، مش هيكلفنا حاجة. ما تنسوش يا حبايبي لو عجبكم الفيديو تدعموني باللايك. اول حاجة هنجيبوا شريطة من الفوم مقاسها 1.5 سنتي وطولها حسب سمك الفوم. الفوم عندي سمك متوسط، دي 75 سنتي. لو الفوم عندك قصير ممكن تقص شرايط وهتكملي زي ما انت شايفة في الفيديو كده. هتحطي حبة شمع صغيرين وتكملي لف عادي، وممكن تستغني عن الخطوة دي كلها. هتقصي دايرة من رول المناديل عرضها 1.5 سنتي وهتغطيها من الجنبين، هتديكي نفس النتيجة. خلاص انا كده لفيت الحجم اللي انا عايزاه. هلف دايرتين بحجم اصغر عشان اعمل الودان بالشكل ده. بعد كده هجيب قطعة من الفوم وافتح البرجل بالشكل اللي انتوا شايفينه. هثبته كده في نص الدايرة وهسيب حوالي نص سنتي زيادة حوالين الدايرة عشان تبقى كبيرة. ولو حابين تقيسوه بالمسطرة انا قيسته طلع 2.8 ملي. وهعمل نفس الكلام في الدايرة الصغيرة، هسيب حوالي نص سنتي حواليها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهرسم من الدايرة الصغيرة 4 دواير علشان اغطي الودان من الجنبين. الدايرة الكبيرة دايرتين بس. انا بزود النص سنتي الزيادة عشان لما احطها على المكوة بتكش. ولو مش هتستخدمي المكوة هنقص الدواير على مقاس الدايرة بالظبط. بعد كده هبتدي اقصه 4 دواير صغيرين ودايرتين كبار بالشكل اللي انتوا شايفينه. بعد كده هجيب المكوة وهبدأ اسخنها وهثبت على المكوة قطعة من الفوم علشان الفوم لو برد هيثبت على الوضع اللي هو عليه. فانا باخد الدايرة من على المكوة واثبتها على الدايرة اللي انا عاملاها من الفوم علشان تاخد نفس شكل الدايرة. خلاص انا كده ثبتهم كلهم على المكوة بالشكل اللي انتوا شايفينه. هبتدي بعد كده اجمع كل الاجزاء اللي انا عملتها دي. انا هجمعها بالشمع، ولو عندك سوبر جلو هينفع، يعني اي حاجة موجودة عندك جمعيه بيها. هتحطي حبة شمع صغيرين كده وهتبدأي تثبتيه. ما تحطيش شمع كتير عشان ما بوظش شكل الدايرة. هبتدي اجمع كل الاجزاء بالشكل ده. شكلها في الاخر بقى تحفة، معمولة من بواقي قماش، مش حاجة مشترياها، حاجات كلها كانت موجودة عندي في البيت وحاجة عاملينها بايدينا وهتفرح اولادنا في ظل الغلاء اللي احنا فيه ده. بعد ما خلصتها بالشكل ده هبدأ اثبت الودان في قلب الدايرة الكبيرة. بقيت معايا بالشكل الجميل ده. جبت قطعة صغيرة من التول مقاسها حوالي 3 سنتي في 5 سنتي. هجيب خيط وإبرة وهبدأ أكشكشه بالشكل ده من جنب واحد. ممكن تثبتها بالشمع لو مش حابة الخيط والإبرة. عملت جزء وبعد كده هعمل الجزء التاني. دي الفيونكة بتاعت ميني، ممكن تعمليها من الفوم بس أنا عاملاها من القماش، شكلها حلو قوي. ده قميص كان قديم عندي. خلاص أنا كده ثبت الجزئين وعملت 2، واحدة من الجنب ده وواحدة من الجنب التاني. هبدأ اثبتهم بالشكل اللي انتوا شايفينه. شكلها بقى تحفة. ممكن ما تحطيش النصاف اللولي، تسيبيها زي ما هي كده. وممكن بعواد الشيش طاووق تعملي نقط بالمونوكير على القماشة او على الفوم، هتديكي نفس النتيجة. بدأت كده اثبت اللولي. هثبته الاول في قلب الفيونكة وبعد كده هثبت الجناب. هحط كل جنب 3 الشكل اللي انتوا شايفينه، وهثبت الجنب التاني نفس العدد اللي ثبته هنا هثبته هنا. بقت معايا بالشكل الجميل ده، شكلها بقى تحفة. بعد كده هجيب القلم اللي انا هثبت عليه الميني وهجيب اللزق الملون الجميل ده. هختار اللون اللي انا عايزاه. انا هثبته باللون الاحمر علشان يبقى ماشي مع فستان ميني. ولو مش عايزة تغلفيه بالسوليتيب عادي ممكن تجيبي قلم لونه احمر. هجيب قطعة من الفوم مقاسة 3 في 5 وهبدأ اثبتها بالشكل اللي انتوا شايفينه على طرف القلم. وهحط حبة شمع كويسين وهسيب مسافة عشان القلم يتحرك فيها، بحيث ان لو حبيت اغير القلم اغيره عادي. بعد كده هحط حبة شمع
وهبدأ اثبت الميني فوق منهم. هزق القلم لتحت شوية عشان ما يلزقش في الشمع، وهثبت الميني بالشكل ده. ممكن تسيبيها بالشكل الجميل ده. هجيب قطعة من القماشة، نفس القماشة اللي انا عملت منها الفيونكة، طولها حوالي 30 سنتي في 7 سنتي. انا هغير في الفستان، هخلي الشكل بتاعه متغير شوية، في حبة كشكشة كده من فوق، فهبتدي اسيب 2 سنتي، وبعد كده هبدأ اعمل الكشكشة بالشكل اللي انتوا شايفينه، وبعد كده هقص الزيادة وهبدأ اسحب الخيط، هتتكشكش معايا بالشكل ده. هبدأ اثبتها بالشكل ده على القلم واخيطها كده من الجنب. عندي شريط اللولي ده، هبدأ اجيب قطعة صغيرة كده وهبدأ الفها على الفستان من فوق بالشكل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. هحط حبة شمع صغيرين وهبدأ الفه بالشكل ده كده، وهقص الزيادة. خلاص انا كده ثبت اللولي، بقت معايا بالشكل الجميل ده. ممكن تسيبيها كده وما تحطيش لولي، بس انا هحط كام واحدة كده على الفستان هيبقى شكله احلى. يا ريت تكتبولي في الكومنتات انهي فستان عجبكم اكتر، الفستان اللي بالشكل ده اللي فيه الكشكشة، ولا الفستان التاني اللي محطوط له اللولي بس. شكلهم بقى تحفة، حلوين قوي. ممكن تغيريه وتحطيه في قلم تاني لو حابة. والله شكله في الطبيعة روعة، بس التصوير ظلمه. يا رب يكون الفكرة عجبتكم. هنعمل واحد للصبيان عشان بسام. عملت نفس الشكل اللي انا عملته في الاول، وبدأت اثبت الدوائر كلها في قلب بعض. بعد كده هقص دايرة من الفوم باللون الاحمر وهقسمها من النص، وهبدأ اثبت جزء من الناحية دي وجزء من الناحية التانية. هحط حبة شمع وهبدأ اثبت الجزء بالشكل ده، وهحط حبة شمع على الجنب التاني واثبت الجزء اللي فاضل. بعد كده هقص دواير بالخرامة باللون الاصفر وهبدأ اثبتها كده على الشكل. بقى شكلها جميل، شكلها كيوت قوي. هجيب القلم وهجيب قطعة من الفوم مقاسة 3 في 5 وهبدأ الفها على القلم بالشكل ده. هحط حبة حلوين من الشمع، وبعد كده هثبتها في الشكل اللي انا عاملاه. خلاص كده خلصناه، بقى شكله تحفة. بس هلف على القلم بالسولوتيب الملون. يا ريت في الكومنتات تقولوا لي انهي فكرة عجبتكم اكتر، الصبياني ولا البناتي. يا رب يكون الفيديو خفيف على قلبكم واكون قدرت افيدكم بحاجة. كل سنة واطفالنا الحلوين طيبين، كل عام وانتم بخير، واجعلوا يا رب عام سعيد علينا وعليكم. ما تنسوش يا حبايبي تدعولي وتدعموني باللايك وتنوروني في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.